اهلا بحضراتكم في سلسله حلقات مستشارك العقاري KHL. هنبتدي النهارده حلقات عن التشغيل في العاصمه الاداريه الجديده بعد مرور اكتر من 6 سنوات عن بدايه فكره العاصمه الاداريه الجديده. من اهم منطقه هيدار منها مصر سياسيا واقتصاديا. لأول مرة بتجتمع الهيئات الحكومية في مكان واحد. تم بناء الحي الحكومي على الطراز الفرعوني للاحتفاظ بالهوية المصرية في أدق التفاصيل في الواجهات المعمارية، قوس النصر، ساحة الشعب وبوابتها. احنا دلوقتي امام رئاسه مجلس الوزراء اللي تم انعقاد فيه اكتر من جلسه. اسمحوا لي طبعا ارحب بحضراتكم جميعا النهارده معانا في مقر مجلس الوزراء في العاصمه الاداريه الجديده. يلا بينا ناخد جوله في الحي الحكومي لمعرفه اخر الوزارات اللي تم تشغيلها. الوزارات اللي تم تشغيلها بالفعل: وزارة الإسكان، وزارة الأوقاف، ووزارة الشباب والرياضة، كمان جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وباقي الوزارات هتنتقل تدريجياً. حبيت أشارك حضراتكم الحياة في الحي الحكومي. أنا كنت معاكم أسماء التركي، مدير مبيعات شركة KHL ريل استيت. انتظرونا في باقي حلقات مستشارك العقاري الأول من الحياة في العاصمة الإدارية الجديدة.